من قلب تطوان تركت نورة بصمة مميزة في برنامج لالة العروسة بحضورها القوي ومشاعرها الصادقة التي تفاعلت معها القلوب. تميزت نورة بتعبيرها الصريح عن مشاعرها، تلك الصرخات التي غالبا ما كانت تنتهي بدموع مؤثرة عكست عمق إحساسها وتفاعلها الحقيقي مع المواقف المختلفة في البرنامج. في لحظات التحدي والضغط كانت صرخات نورة تعبر عن قوتها الداخلية ورغبتها الصادقة في تحقيق الأفضل لها ولشريكها إسماعيل. هذه اللحظات كشفت عن تصميمها وعزيمتها، كما أن دموعها الصادقة في مواقف الفرح أو التأثر تركت أثراً عميقاً لدى المشاهدين الذين رأوا فيها انعكاساً لإنسانية حقيقية ومشاعر نابضة. هذا الصدق في التعبير هو ما قربها من قلوب الكثيرين. دعم نور القوي لإسماعيل وحرصها على مصلحتهما كان حاضراً بقوة في تفاعلاتها حتى في لحظات انفعالها. لقد أظهرت قوة الرابطة التي تجمعهما وسعيها المشترك نحو الهدف. شهرة نورة لم تأتي من حس فكاهي، بل من هذا الحضور القوي وتلك المشاعر الصادقة التي عبرت عنها بعفوية وتأثير بالغ. لقد لمست قلوب المشاهدين بصدقها وتفاعلها العميق مع كل لحظة. نورة من تطوان ستبقى في الذاكرة كشخصية قوية وصادقة لم تخف مشاعرها، بل عبرت عنها بكل جوارحها، تاركة بذلك أثراً لا ينسى في برنامج لالة العروسة. ما هو أكثر موقف لنورة في لالة العروسة أثر فيكم شخصياً، وكيف وصفتم قوة حضورها وتعبيرها عن مشاعرها؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.